كل الفلاحين اللي بيوتهم غرقت في المنوفية والبحيرة فلاحين مخالفين معتدين على حرم النيل وما يقدروش يقولوا للبلد تلت التلاتة كام. طب الفيضان اللي حصل ده عادي؟ لا مش عادي، والبلد ملهاش دخل فيه. طب ايه السبب؟ السبب سد النهضة في اثيوبيا والادارة المائية بتاعته. طب اشمعنى بقى القرى والفلاحين دول بالذات اللي بيوتهم غرقت لما مية النيل عليت شوية؟ لان كل البيوت اللي غرقت دي بيوت مخالفة مبنية على اراضي طرح النهر، واللي طبيعتها بيبقى ارتفاعها قليل عن كل الاراضي اللي حواليها، فكل المناطق اللي بنفس الوصف على طول النيل ده بيبقى اسمها حرم النهر، واللي في الاساس ممنوع منعا باتا ان انت تبني عليها وان انت تبور الارض اللي بتاكلنا مام. ولكن من ساعه لما السد العالي اتبنى وخلاص الفيضانات ما بقتش بتيجي زي زمان، فخلاص بقى ده احنا مش نبني بيوت جنب النيل، ده احنا هنبني بيوت جوه النيل. ايوه، ما احنا عايزين بقى نجوز العيال ومفيش حد بيراقب ولا بيحاسب. تخيلوا حتى لما الميه منسوبها عالي عن الطبيعي وده خارج عن اراده البلد حذرت كل الفلاحين اللي بانيين على حرم النيل: يا جماعه امشوا من المكان، كل المكان ده هيتغرق والميه توصل لغايه الصدر. صدق او لا تصدق، في فلاحين ما سمعوش الكلام وفضلوا قاعدين برضه، وطلع لك بقى قدام الكاميرات والميه وصل لغايه زوره وحسبي الله ونعم الوكيل. لا، ده حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اعتدى على حرم النيل وبنى بيوت مش من حقه انه كان يبنيها، وبور ارض من حق الشعب كله ان هو ياكل منها. وحسبي الله برضه في كل واحد غمى عينيه وعمل نفسه مش شايف الاعتداء ده وساب الارض تضيع واحده ورا الثانيه. مصر بتتهم اثيوبيا اتهام واضح وصريح بشان الفيضانات اللي حصلت عندنا وغرقت القرى اللي في المنوفيه والبحيره. والاتهام الكبير ده جاي بسبب ايه؟ بسبب من ساعه لما سد النهضه ده تم افتتاحه في شهر 9 2025 اداره سد النهضه عملت تصريفات مائيه متكرره وغير مدروسه. بالبلدي فتحت بوابات السد وفرغت ميه. القرار ده كان قرار فردي كده من غير ما تعلن ولا تنبه اي حد من دول المصاب السودان ومصر. اثيوبيا طلقت على مصر والسودان 780 مليون متر مكعب من الميه، والكميه دي كده فتح كلام، ودي عملت ضغط كبير قوي على مجرى النهر في دول المصاب. طبعا الضغط ده بيعلي منسوب النيل وغرق اماكن كتير قوي، ومصر قالت في بيان رسمي ان ده تصرف احادي وبيشكل خطر على امن واستقرار المنطقه. من زمان قوي، من ايام المصريين القدماء ولغايه الستينات، مصر والمصريين كانوا بيتعاملوا مع الفيضان بشكل موسمي، بل ان هم عملوا اول واقدم تقويم في التاريخ، التقويم المصري، بناء على الميعاد اللي بيجي فيه الفيضان ده من اثيوبيا. ولكن بعد ما اتبنى السد العالي ما بقاش بيجي فيضان على المصريين خالص. طب ميه الفيضان دي بقت بتروح فين؟ ميه الفيضان دي بقت بتتخزن في بحيره ناصر اللي ورا السد العالي. فكل اللي حصل ده مش طبيعي. هو الموضوع ليه سببين: السبب الاول السد النهضه في اثيوبيا والاداره بتاعته المتهوره اللي اذت مصر واذت السودان، والسبب الثاني هو اعتداء الفلاحين المصريين على حرم النهر النيل وبناهم الغير شرعي، وده اللي خلاهم يتأذوا لما حصل شيء نادر وغير طبيعي لما منسوب مية النيل عالي. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.